بل بالأدب تنال أعلى الرتب. فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في الدرس التاسع من دورة أكسس 2007. في هذا الدرس إن شاء الله نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع لي روكيت، شنو هما لي روكيت، كيفاش نكريو لي روكيت، شنو هو الدور ديالهم. لي روكيت نقدم منهم أننا نصفيو البيانات طبعا حسب معايير وطرق معقدة خاصة. تستطيع أنك تحدد الترتيب نتاع لي شون اللي باغيين يبانو، أيضا أنك تقد دير اختيارات نتاع الشروط حسب ما تريد. أيضا تستطيع عمل حسابات المعلومات اللي عندنا في لي دوني، وأشياء أخرى أيضا غادي نشوفوهم إن شاء الله في لي كور الجايين. إذا دابا نشوف كيفاش نكريي روكيت. إذا غنمشي فوق كريي في المني ندير كرياسيون دو روكيت، طلع لنا واحد لابواط ديالوغ غادي يقول لي اختار من غادي تاخد لي دوني. اذا غادي هنا عطينا ثلاثه، اما بليطاب يا اما ناخد لي روكيت سولون لي روكيت او لي دو كيعرفيش ممكن. انا عندي 4 ليطاب. هنا غادي ناخد انايا لو جونغ ونسيليكسيوني ايضا ليفر باش سيليكسيوني نبقى برك على كونترول اي ليفر ندير اجوتي. اذا فوالا موج تاع ليطاب ندير فيرمي. اذا غادي نقول له دابا شنو هما لي شون اللي باغيهم يبانو عندي. باغي يبان عندي لو تيتر اسم الكتاب، نكليكي عليه دو كليك. اذا فوالا هو غادي يهبط من تحت. باغي يبان عندي ليفر جور فوالا و لا دات دو باريسيون. اذا فوالا هما بانو عندي. اذا باش غادي نشوف نمشي افيشاج. نلاحظ انهم لي دوني اللي كيبانو عندي دابا هما لو تيتر دو ليفر، لو جور و لا دات دو باريسيون اسم الكتاب والنوع وتاريخ النشر. اذا مثلا انا بغيت يبان عندي حاجه اخرى من غير هادشي. اذا غادي ندير فيش مود كرياسيون، غادي نقول له باغي يبانو عندي في ليفر دو جونغ يبانو عندي غي جو. ندير اونطري نمشي مود كرياسيون نشوف فوالا. اذا دابا بقاو يبانو عندي فوالا هما كاع لي تيتر نتاع لو جونغ جو، كاع الكتب اللي كيتكلموا على لو جو هما لي تيتر ديالهم. اذا لا دات دو باريسيون ما هضرتلوش عليها، اذا عطاني كاع لي دات يعني نتاع كلشي الكتب، ما حددتلوش قلت له الكتب مثلا غير هاد الكتب، نو كلشي الكتب. اذا نمشي فوالا نلقى قلت له كاع الكتب اللي تكلموا على جو بغيتهم يبانوا. اذا مثلا غادي ندير دابا اونجستري فوالا اونجستري الروكيت ديالي. تنسميها روكيت ندير واحد الباس دو سيليكسيون مثلا اوكي ندير اوكي فوالا هما تاجوتاو عندي. لا روكيت تاجوتات عندي في لا طابل او في لو جونغ حيت انا تما باش خديت لي دوني ديالي. مثلا بغيت نماسكيها هنايا في ليف، انا غندير بوطون 3 ماسكي نصقو فوالا. اذا بقات تبان عندي غير في جونغ اوكي. شنو مثلا بغيت انا عندي هنايا في لو مود دو كريتير عندي او نقول له لو جو بلس، نقول له مثلا بغيت تبان عندي الدروا غندير اونطري غادي نمشي افيشاج فوالا. اذا كنلاحظ انه دابا قلت له انه يبانو عندي الكتب نتاع لو جو والكتب نتاع الدروا. اذا هذه طريقه نتاع لا سيليكسيون. اذا نمشي مود افيشاج فوالا. اذا دابا عرفنا كيفاش نتعاملوا شويه مع لي روكيت. ان شاء الله من الدروس غادي نبقاو نفهموا ما هما لي روكيت ونشوفوا الدور ديالهم. نتمنى الدرس يكون نال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.